يا جماعة الخير، تنصيب الشرع رئيس وحل الجيش وإلغاء الدستور يعني أن سوريا الآن تعيش في غابة، يعني أن سوريا تعيش في غابة يا أخوان، يعني أن هناك تقسيم. هذا هو معنى حل الدستور. خليني أحكي لكم تقسيم البلاد. حل حزب البعث الذي حكم أكثر من 60 عام، حل مجلس الشعب، حل جميع المؤسسات الحكومية، حل جميع اللجان المنبثقة منه، فراغ السلطة، يعني حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية. شو بيعني لكم هذا الحكي؟ يعني أن القانون بيد واحد إرهابي، يعني أن القانون صار ديكتاتوري برئيس جديد لسه ما بيعرف بقوانين الدولة ولا عمره كان رئيس قبل هالمرة، وبتعرفوا وين كان. يعني غابة يا أخوان. وين المعارضة اللي كانت تتنفس أيام بشار الأسد ومو قادرة تتنفس أمام الجولاني؟ يا أخوان، حل الدستور يعني أن القضاء والمحاميين والمدعين العاميين اللي أخذوا شهادات محاماة بداية وترقوا إلى قاضي أو مدعي عام أو غيره، الآن هذول أصبحوا بلا شهادة. الآن أصبحوا بلا شهادة. المفروض اللي بده يحل الدستور المفروض يعمل على تعديله وليس حله. المفروض يخلي مجلس الشعب بالأول هو اللي بيختار الدستور وبيعين بين سلطة قضائية أو سلطة تنفيذية، أو العمل على دستور قانون دولة مجاورة أو قانون دولي لحين إنشاء دستور جديد. يا أخوان، اللي عم بيصير الآن ما واحد فيكم صاحي عليه. يا جماعة، ما في دولة بيصير فيها انقلاب أو إسقاط بتشيل الدستور فورا. يعني أنا بعرف الانقلاب بيجي انقلاب من أخو الرئيس، من ابن عمه، من قائد جيش، وبظل ماشي على الدستور. هذا هو الانقلاب. لكن دخول ميليشيات ليست من قومية هاي البلد، ليس من إعظام هاي البلد، ليست من تراب هاي البلد، هذا اسمه احتلال. ويا ريت انه احتلال من دولة لدولة اللي تمشي دستور عليكم، احتلال من ناس كانوا مطلوبين. واكبر اثبات انه بعض الدول الان قاعدة بتأيد فيه، بثبت لك انه كل العالم يعلم انه الجولاني ليس ارهابي، لكن يعلمون على انه اسرائيلي، وهم اللي دخلوه عليكم. هذا اكبر اثبات. سكوت العالم على دخول الجولاني بهاي الطريقة يثبت على أنه العالم يعلم أنه كان إرهابي بالإعلان، بس بالإعلام الرسمي. يعني نفخوه، بعدين صار مطلوب، بعدين دخلوه ما في دولة بالعالم خصوصا الدول العربية بترضى بهيك انقلاب. هلا أنا مش مع بشار ولا أنا شبيح ولا أنا سوري حتى، لكن هاي الحقيقة يا جماعة. فيش دولة يسقط نظامها إلا دول العالم والأمم المتحدة بتتدخل. أما يشيل يفوت ويشيل الدستور ويصير هو الرئيس وهو اللي عين حاله واستقبلته دول عربية ودول عربية راحت عزارته. يا جماعة، يا جماعة، اصحوا. لا تقولوا لي شكل جاب وزير من أفغانستان، جاب من الشيشان، جاب واحد حرس جمهوري من الأردن، جاب إيش اللي بتحكوا فيه؟ إيش؟ يعني زرت السعودية المفروض تمشي دستور السعودية معناته. زرت أو زارك القطري، مشي قانون قطر، مشي دستورها، جيب دستورها، جيب موظفين من عنده
ومشي دستورها قبل ما تعمل دستور. أما شلت الدستور وصرت أنت القاضي وأنت المحامي وأنت المدعي العام وأنت الرئيس وأنت 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 وأنت، هاي مش دولة، هاي مش دولة يا أخوان. كيف الشعب ساكت مش فاهم؟ جماعة الجولاني قاعدين بيهاجموا فيي ورافعين العلم الأخضر، ولكم أنا مش ضدكم يا شعب، أنا مش ضدكم. افرحوا إنه سقط بشار ماشي، بس شو أجا مقابله؟ بتحبوه؟ منين من متى بتحبوه؟ طيب كان طلبتوا فيه من أيام بشار، ليش ما طلبتوا فيه؟ ليش ما كنتوا ترفعوا يافطات نريد الجولاني؟ جاوبوني. ليش ما كنتوا تقولوا نريد الجولاني؟ وين المعارضة؟ المعارضة كانت تتنفس بس قدام بشار، قدام جولاني أرانب، أرانب. سامحوني يا شعب، سامحوني. معجبين بملك الأردن، طيب قولوا للجولاني مشي دستور ملك الأردن. ها يا جماعة الطبيلة مش طبيعيين، مش طبيعيين. وهذا يثبت أن الجولاني إسرائيلي، زائد يثبت أن هناك متشددين كانوا مخفيين والآن ببينوا قدام الجولاني لأنهم بفكروه متشدد. وسبق ونبهتكم الأيام السوداء لسه ما اجتكم والحرب لسه ما بلشت، والجولاني جاي دورة بعثة شهرين 3 4 5. لا تصدقوا أنه بده يعمل دستور خلال 3 سنوات، حتى وإن بلش فيه. لا تصدقوا، لا تصدقوا أنه في انتخابات. طالما فات بالشكل الدكتاتوري هذا، فتأكد 1000000% لا حرية في سوريا بعد اليوم، لا حرية في سوريا بعد اليوم. والخزية الأكبر راح تشوفوها وتحسوا فيها لما ينسحب أو لما يختفي. وعلى فكرة هناك سيناريو أنه بده يعمل حاله أصيب بجراح إثر محاولة اغتياله، وهي كلياتها فحص ما بداخل صدوركم وكشف حقيقة كل مواطن فيكم في سوريا. للأسف أتمنى سوريا ترجع زي ما كانت. كيف زي ما كانت؟ ما كان بشار، قصدك قبل بشار وحافظ الأسد؟ يا جماعة عم بتخابطوا، عم بتلاخموا. بدكم ترجع زي أول، وبنفس الوقت كيف هاي اللغة بتفهموها صح؟ يا عيب الشوم. يوتيوب وتيك توك بثي سلمي، وأتمنى السلم لجميع البشرية بغض النظر عن دياناتهم أو طوائفهم أو منابتهم أو معتقداتهم. أنا ضد أي تحريض أو قتل أو إجرام، أنا مع السلم. طبعا معكم المعارض الأردني والسياسي الأردني عوني عبد بطرس حدادين. أنا معكم في بث مسجل على اليوتيوب على التيك توك من النرويج. أخبار الأردن عوني حدادين، جوردان نيوز عوني حدادين على اليوتيوب، عوني حدادين سياسي عوني حدادين معارض على التيك توك. والساعة الآن بتوقيت الأردن 21:47، يعني 10 إلا 13 دقيقة من ليلة الأحد 16/2/2025. خاطركم والله يحميكم.